السلام عليكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الشخصية الحساسة أو صاحبة المشاعر الحساسية العالية، والحقيقة جالي كومنتات كتير جدا جدا بعدها. ناس كتير لقت نفسها في ال 12 نقطة اللي احنا وصفناهم بيها، وناس قالت ان هم بيعانوا طول عمرهم بسبب كلام الناس وتعليقاتهم، وناس قالوا ان هو الحلقة صابتهم بنوع من انواع الحزن لان هم افتكروا الألم اللي هم عايشين فيه اغلب حياتهم. والنهاردة هنكمل الكلام عن نفس الشخصية، بس خليني أدي رسالة للناس اللي بتتعامل مع أشخاص من أصحاب الحساسية المشاعرية العالية، ورسالة للناس الحساسة نفسهم. لو أنت بتتعامل مع حد من أصحاب الحساسية المشاعرية العالية، أحب أقول لك إن الشخصية الحساسة قيمها عالية جدا جدا. القيم الفاليوز عندها عالية جدا ووفية لأقصى الحدود. يا بخت اللي صاحبه أو ليه صاحب شخصية حساسة، هيتعامل مع حد يطبطب عليه ويحسس عليه ويركز في تفاصيله ويكون هو أولوية في حياته. ولو انت شخصية حساسة، رغم الألم اللي انت عايش فيه أو رغم الألم اللي انت بتحسه، عايزة أقولك ان انت عندك إرادة عالية جدا ومميزات قوية. اوعى تستقل بيها، واوعى ده ينسيك وسط الألم ان انت حد مميز. طيب، لو انت دلوقتي صاحب شخصية مشاعرية أو حساسية عالية جدا، شوية نقاط كده أو شوية نقاط كده ممكن تساعدك جدا في الحياة. بس قبل ما نبتدي النقاط دي، أحب أعرفكم بنفسي. أنا أسماء نصر، مدربة علاقات وأنوثة. أتمنى لو دي أول مرة تشرفوني في القناة إن أنتوا تعملوا سبسكرايب، وإن أنتوا تعملوا لايك وكومنت، لأن ده بيساعد جدا في انتشار القناة. أول نقطة، accept yourself أو اقبل نفسك. اعرف قيمة نفسك، تقبلها زي ما هي. اعرف ان دي طبيعتك. ممكن تعمل لها تطوير، ممكن تعمل لها ادابتيشن مع حاجات كتير، لكن في الاخر دي طبيعتك. اقبل نفسك عشان خاطر تعرف تتعامل معاها وتعرف تحبها وتعرف تطلع نقاط القوة اللي فيها وتستغلها، وتعرف نقاط الضعف وتتعامل معاها. لو ما قبلتش نفسك يبقى انت هتعمل بس جلد للذات، وده مش هيفيدك في حاجة، بالعكس ده هيكسرك ويقلل كتير جدا من انجازاتك في الحياة. تاني نقطة، اعرف ان انت دايما او عادة عندك اوفر ثينكينج عالي او تفكير مفرط، ما يوصلش لمرحلة الوسوسة، لكن انت عندك تفكير مفرط، بتفكر في ادق التفاصيل، ودي ممكن تستغلها بان انت تطلع الابداع اللي جواك او تستسلم ليها، فتفكيرك ده يموتك ويحبطك، على حسب ما انت تختار هتكمل ازاي حياتك. تالت نقطة ودي مهمة جدا جدا، عبر عن مشاعرك اول باول. الناس دايما بيلوموكوا ان انتوا ردود افعالكم بتكون قويه ومبالغ فيها. ليه؟ لان انتوا بتبتدوا تخزنوا مشاعركم جواكم من غير ما تطلعوها لبره، من غير ما تعبروا عنها، فبتنفجروا مره واحده وبتبتدوا ان انتوا تستخدموا الفاظ ومصطلحات قويه جدا تبان ان هي اقوى من الموقف اللي انتوا بتتعرضوا ليه. ده لان انتوا بتخزنوا المشاعر جواكم، لكن لو طلعتوا وعبرتوا عن مشاعركم اول باول، ده هيساعدكم جدا ان انتوا تتخلصوا من كتير من المشاعر السلبيه، وهيساعدكم ان رد الفعل يكون موائم ومناسب للموقف اللي انتوا فيه، ما يكونش اوفر رياكت او يكونش مبالغ فيه من وجهه نظر الناس اللي بتتعامل معاكم. رابع نقطه، اسال نفسك، هو الموقف كان يستاهل رد الفعل ده ولا لا؟ ده هتحتاجه جدا في التدريب على الخطوه اللي قبليها، اللي هي بتعبر عن مشاعرك اول باول. طول ما انت لسه بتتمرن على التعبير عن مشاعرك، كتير هتفرد منك الموضوع وكتير هتطلع ردود افعال مبالغ فيها. فاسال نفسك وانت بتتمرن ان انت تطلع مشاعرك اول باول، رد فعلي ده كان مناسب ولا كان مبالغ فيه؟ واحده واحده هتلاقي نفسك عارف تطلع مشاعرك، عارف توازن ردة الفعل، وعارف تطلع رد فعل مناسبة جدا مع المواقف. خامس حاجة هي عبادة التأمل، وعبادة التأمل موجودة في ديننا وكتير ما بيعملهاش. عبادة التأمل هتساعدك على التركيز والتخلص من الأفكار السلبية والتخلص من الاسترس. بخدها بنية العبادة. لو خدتها بنية العبادة هتاخد ثواب، وفي نفس الوقت هتساعد نفسك جدا جدا ان انت تتخلص من أفكار كتير سلبية، وتفضي مخك من الشحنات الكتيرة اللي عمالة تضغط عليك وتخليك تروح ناحية التفكير في التفاصيل المؤلمة جدا. سادس حاجة، تدريبات التنفس. وانت بتعمل عبادة التأمل ركز جدا مع تدريبات التنفس. اكتب نفسك جواك وطلع، خليها جزء اساسي من يومك. تمرينات التنفس هتخلي الاكسجين يتجدد في مخك، وده هيساعد مخك تو بي مور ريلاكس، وان هو يتخلص من الستريس او الضغط العصبي اللي انت عايش فيه. النقطة اللي بعديها، ركز على اهدافك. مالكش دعوة الناس بتقول ايه، مالكش دعوة رأي الناس فيك ايه.
انا عارفه ان ده صعب وده جزء من شخصيتكم، بس انت دايما قول لنفسك هو انا عايز ايه من العلاقه دي، هو انا عايز ايه من الحياه عامه بشكل عام. انا وجهه نظر الناس الماني لكن مش هي اخر الدنيا. لو ركزت على اهدافك هتقلل شويه، زي ما قلت لكم دي طبيعه فيكم. محدش، بصوا يا جماعه، اللي هيقول لك ان انت هتتغير ومش هتبقى شخصيه حساسه ده حد بيضحك عليك في الاخر. محدش بيتغير، الواحد بيحصل له شويه تطوير في نفسه، لكن هتفضل طول عمرك شخصيه حساسه. بس شخصيه حساسه مستسلمه للاحساس اللي هو فيه، ولا شخصيه حساسه بتشتغل على نفسها؟ ده اختيارك الوحيد للموضوع. فركز على اهدافك، اقعد دايما فكر نفسك انا مش بعمل كده عشان الناس، انا بعمل كده عشان كذا وكذا وكذا، انا بعمل كده عشان ربنا، انا بعمل كده عشان الجنه، انا بعمل كده عشان انا شخص محترم وشخص وفي وشخص قيمي عاليه. ده هيفرق معاك كتير جدا. اخر نقطه وهي النقطه الثامنه، بدل الكلام السلبي بكلام ايجابي. انتوا بتجلدوا نفسكم بكلام سلبي بيحبطكم جدا. بدلوا الكلام السلبي بالكلام الايجابي، ده هيفرق معاكم جدا وهيديكوا طاقه وهيديكوا موتيفيشن ان انتوا تكملوا لقدام. انا عارفه ان انتوا حقيقي بتعانوا، وعارفه ان انتوا الناس كتير جدا جدا بتحطكم في كاتيجوري، وعارفه ان احساس ان انتوا بيتقال عليكم اصحاب الشخصيه الحساسه بتحسسكم ان انتوا مواطن درجه تانية، وده غلط جدا. انتوا مش مرضى يا جماعه، انتوا مش مرضى، انتوا وصف لحالتكم كده، وصف شعوركم كده، وصف احساسكم كده. لان انا جالي كومنت المره اللي فاتت قالت لي انا حسيت من الكلام كاننا مرضى. لا طبعا انتوا مش مرضى، بس انتوا وصفكم لمشاعركم كده، وانتوا لازم تتعاملوا مع مشاعركم بشكل ايجابي عشان خاطر تعرفوا تتعاملوا معاها، ما تستسلموش ليها. لان انتوا تاني لو استسلمتوا ليها مش هتعملوا حاجه غير ان انتوا تفضلوا تجلدوا في نفسكم وتاذوا نفسكم. اتمنى ان الحلول دي تكون مفيده. زي ما قلت لكم هي مش حلول، هي خطوات مساعده علشان خاطر تعرفوا تتعاملوا مع نفسكم، وخطوات مساعده عشان اللي حواليكم يتعامل معاكم. اللي ما شافش الحلقه بتاعت المره اللي فاتت يا ريت يتفرج عليها، سواء انت من اصحاب الشخصيه الحساسه او بتتعامل مع حد من اصحاب الحساسيه المشاعريه العاليه. ان شاء الله هتفرق معاكم كتير. اتمنى تكون الحلقه مفيده ليكم، ويا رب يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وكومنت، لان ده بيفرق جدا جدا في انتشار القناه. واسيبكم دلوقتي في رعايه الله. السلام عليكم.